قطع الباف بيستري محشية شعرية ومكسرات، بس إيه، حدوتة. نجهز الحاجة ويلا بينا. طاسة على النار، نبدأ نحمر الشعرية من غير أي حاجة. أول ما توصل للون ده ابدأ حط مكعبين زبدة وقلب تقليبة حلو. بعد كده جهز فنجان لبن وحطه والشعرية سخنة. بصوا هيعمل معاكم شبورة في المطبخ، بس الشعرية هتشربه في ثواني. جهز بقى شوية مكسرات حلوين كده. أنا عندي زبيب وفستق وكاجو وعين جمل وبندق وسوداني. دلع أكلتك من الآخر. قلب تقليبة حلوة، حط شوية لبن مكثف، قلب كمان تقليبه وسيبها تبرد على جنب. هات عجينه الباف بيستري وابدا افردها كده بشويه دقيق من الجنبين. بعد كده نفض منها الدقيق خالص وحط الشعريه في النص. يا لهوي يا دي حدوته، انا النهارده جاي ادلعكم. اعمل رول رايق كده وابدا قطعها مكعبات صغيره كلها كده بشكل واحد. هات الصينيه بقى اللي هتخش الفرن، ابدا رصها رص الجاتو يا بتوع البلاتو. بعد كده على الوش كده سقسقها بشويه لبن ودخلها الفرن على 180 10 دقايق وعينك عليها. هتطلع معاكم بالشكل ده. حاجه اخر دلع سهله وبسيطه، ممكن تقوم تعملها دلوقتي وانت بتتفرج على حلقه. اعمل سيف للحلقه دي عشان ما تطوش منك، وحط شويه مكسرات على الوش وشويه لبن مكثف تاني. طلع نفسك بقى من الاخر، المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش له حاجه عندنا. سلام.